في حاجة واحدة بس هقول لك عليها، لو عملتها وخرجت بيها من رمضان يبقى انت عملت اللي عليك وخرجت بالخير كله. الحاجة دي كانت دايما عادة الصالحين قبلنا، وهي من أعظم الأسباب لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات وطرد المرض من الجسد، وإن ربنا يحبك وينور حياتك ويجعل لك قبول ومحبة بين الناس في الأرض وفي السماء. والأهم من كل ده إنها من أسباب دخولك الجنة. الحاجة دي هي قيام الليل ببساطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ومعنى شرف المؤمن يعني مكانتك وتشريفك عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بل إن ربنا سبحانه وتعالى جمع بين قيام الليل والرزق في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة، وهو الوقت اللي الإنسان بيحس فيه بالخشوع الحقيقي ولذة الصلاة. وعشان كده اللي بيقول أنا مش حاسس بلذة الصلاة، نقول له جرب قيام الليل. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولو فضلنا نتكلم عن أسرار وفوائد قيام الليل الكلام مش هيخلص، لكن أهم حاجة دلوقتي إننا في العشر الأواخر من رمضان نعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. وفي الليالي دي في ليلة واحدة بس العبادة فيها بتساوي عبادة أكتر من 1000 شهر. متخيل؟ يعني ما يقارب 84 سنة من العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة بس ممكن تخرج منها وانت اتغيرت كل ذنوبك، وانت اتغفرت كل ذنوبك، وكأنك اتولدت من جديد، ويتكتب لك أجر عبادة 84 سنة. عشان كده اجتهدوا في قيام الليل، خصوصا في العشر الأواخر اللي احنا فيهم دول. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نخرج من رمضان إلا وقد أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبناءنا من النار.